لكن هنعمل المقارنه دي بعد ما اخد هذا الهاتف معي الاستاذ مصطفى سالم مدير مكتب اون تي في في سوهاج. استاذ مصطفى، في البدايه بالتاكيد بنرحب بيك وانت مدير مكتب اون تي في سوهاج. صف لنا الوضع. مساء الخير يا استاذ. مساء النور استاذ مصطفى. محافظات الصعيد اليوم عقب صلاه الجمعه خرجت المظاهرات بمعظم محافظات الصعيد. في محافظة أسوان كان هناك حوالي 1000 متظاهر يمثلون كل القوى السياسية وشباب ائتلاف الثورة والأحزاب السياسية والقوى الوطنية والجمعية الوطنية للتغيير وجمعية 6 أبريل والإخوان المسلمين. طلعوا بميدان المحطة بمحافظة أسوان. كانت لهم مطالب تتطابق مع مطالب المتظاهرين بميدان التحرير. كانوا يطالبون بالسرعة في إجراء المحاكمات وعدم التباطؤ فيها. كانوا يطالبون أيضا بالمحاكمات العلنية لرموز النظام السابق. كانوا يطالبون بالحفاظ على حق الشهداء ومحاكمة قتلة الشهداء والسرعة في اتخاذ إجراءات ذلك. كانوا يطالبون أيضا بتطهير القضاء وإقالة النائب العام وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين ورفع الحد الأدنى للأجور. في محافظة الأقصر خرجت أيضا حوالي أكثر من 2000 متظاهر من ذات القوى السياسية ومطالبين بنفس المطالب. تجمعوا بميدان سيدي أبو الحجاج بالأقصر، ثم أخذوا يجوبون شارع المدينة واتجهوا لميدان صلاح الدين بالأقصر ثم لديوان عام المحافظة. في قنا أيضا خرج المئات من المتظاهرين بميدان الساعة من ذات القوى وبنفس المطالب. في محافظة سوهاج خرج حوالي 1000 متظاهر بمدينة طهطة أمام ميدان مسجد الحج عبد العال بطهطة. كان لهم نفس المطالب وكانت تقودهم نفس القوى السياسية. وخرجت مظاهرة أخرى بمحافظة سوهاج تتكون من المئات من المتظاهرين، من حوالي 700 متظاهر من أمام مسجد الشبان المسلمين، وجابوا شوارع مدينة سوهاج واتجهوا أيضا للوقوف أمام ديوان عام محافظة سوهاج. في محافظة أسيوط كانت هناك مظاهرة كبرى أكثر من 4000 متظاهر بميدان عمر مكرم أمام جامعة أسيوط. كانت تتكون من ذات القوى السياسية ونفس المطالب. الجديد أن المتظاهرين بمحافظة أسيوط قاموا بإنشاء وإقامة العديد من المخيمات أمام مسجد عمر مكرم وقرروا الاعتصام بها والاستمرار في الاعتصام. في المنيا أيضا خرج المئات من المتظاهرين من ذات القوى وبذات المطالب. محافظة البحر الأحمر كانت المظاهرات بشكل أقل من عشرات من المتظاهرين، ومحافظة الوادي الجديد لم تخرج بها أي تظاهرات حتى الآن. يعني هذا هو المشهد في محافظة الصعيد اليوم. طيب أستاذ مصطفى، وأنت تتابع المشهد في محافظات الصعيد، هل هناك ثمة تشابه بين هذه التظاهرات بين الجهات المنظمة بين ما ترفعها تلك المظاهرات من شعارات في مختلف المحافظات؟ يعني هناك توحدا في الجهات المنظمة والآراء أيضا؟ بالضبط يا أستاذ محمد، كما ذكرت أن القوى المنظمة في كل المحافظات تتطابق من شباب ائتلاف الثورة وكافة الأحزاب السياسية والجمعية الوطنية للتغيير وجمعية 6 أبريل والإخوان المسلمين وكافة الأحزاب والقوى السياسية. أيضا كان هناك تطابق في المطالب الموجودة بكافة المحافظات. يبدو أن المشهد موحد بجميع محافظات لكن ماذا عن دور العصب ومتطابق أيضا مع ما هو موجود بميدان التحرير. عفوا ماذا عن دور العصبيات والعائلات في الصعيد؟ يعني هناك التكوين الديموغرافي يختلف ما بين الصعيد وأماكن أخرى في مصر. لا يقود المظاهرات القوى السياسية والجماعات السياسية يا أستاذ محمد، كما ذكرت المظاهرات لا تقودها العصبيات الآن في الصعيد، ولكن تقودها شباب ائتلاف الثورة والقوى والأحزاب السياسية، ويغيب دور العصبيات في المظاهرات في الصعيد. نعم. أستاذ مصطفى، مساء الخير، أنا ضياء رشوان مع حضرتك. أهلا يا دكتور ضياء. أستاذ مصطفى، سوهاج والأقصر أكلمك بقى بالصعيد وجنة. من امبارح بالليل واول امبارح كان في بعض الدعوات لاقحام مطالب مختلفه على ما اتفق عليه في ميدان التحرير. ويقال انه اليوم حدث بعض الشعارات والهتافات اللي هي خارجه عن اللي انت ذكرته واللي ذكروه زملاء كتير من المطالب العامه. وفسر هذا بانه احنا عارفين يعني الصعيد باعتبارنا صعيد انا وانت
انه في تركز قوي قديم للحزب الوطني في الصعيد، وانه الصعيد بعيد شويه عن الاضواء، وانه ربما تكون المحاولات دي جت في الصعيد اكتر نتيجه الظروف دي. الاول، هل ده فعلا موجود؟ ثانيا، هل التفسير ده فعلا صحيح؟ لا، ما فيش، لم يظهر بالمظاهرات يا دكتور ضياء بمحافظات الصعيد اي وجود لفلول الحزب الوطني المنحل او اي قياده من قيادات الحزب الوطني المنحل. كما ذكرت، تصدر المشهد القوى السياسيه الموجوده وشباب ائتلاف الثوره والاحزاب السياسيه، وغاب عن المشهد تماما وجود اي قيادات من قيادات الحزب الوطني المنحل. حتى المطالب اللي بعضها كان في سوهاج النهارده وفي الاقصر تحديدا، اللي هي يعني توصف انها مغالى فيها او متطرفه، الحديث عن المجلس العسكري، كلام من هذا القبيل. انا ما بقولش الفلول طلعت في المظاهرات، انا بقول الفلول دفعت بعض الناس للكلام في هذا الملف. لم نرصد خلال متابعتنا للموقف يا دكتور ضياء اي وجود للفلول او اتباعهم، لان جميع قيادات القوى السياسيه الموجوده من محافظات الصعيد على علم تام ببعضها البعض كما تعلم سيادتك. الجميع يعرف بعض في محافظات الصعيد معرفه جيده، ولم يتبين وجود اي قيادات او عناصر تابعه لفلول الحزب الوطني المنحل. طب أستاذ مصطفى، وأنت يعني رصدت لنا بالتأكيد أغلب محافظات الصعيد، هناك العديد من الحركات والأحزاب السياسية الموجودة هناك والموجودة في تلك التظاهرات التي خرجت بصعيد مصر. هل هناك أي شعارات حزبية، أي شعارات منتمية لبعض الأحزاب، لبعض مرشحي الرئاسة المنتمين لأي حزب سياسي أو حتى المستقلين رفعت في تلك التظاهرات؟ لا، لم تظهر أي شعارات أو مطالبات خاصة بأي قوة من القوى السياسية، ولكن كان الجميع متفقين على المطالب الرئيسية التي ينادي بها المتظاهرون بميدان التحرير أيضا، وهي سرعة المحاكمات وعلنية المحاكمات وتطهير القضاء وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين ورفع الحد الأدنى للرجور والسرعة في أخذ حق الشهداء ومحاكمة قتلة الشهداء. وغاب عن المشهد وجود أي مطالب خاصة بأي قوة من القوى السياسية. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى سالم، مدير مكتب أون تي في في سوهاج. بالتأكيد سنعاود الاتصال بك مرة أخرى للوقوف حول آخر التطورات الموجودة بصعيد مصر. شكرا جزيلا على هذه الإفادة.